السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي. معكم مستر إبراهيم مكاوي. النهاردة هنعمل مراجعة جميلة جدا على أسئلة نجوى، أسئلة الوزارة، أسئلة التابلت الصف الأول الثانوي في البيولوجي. ركزوا معايا جدا 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 لأن الأسئلة دي ما يعني نزلت الوزارة في فترة وبدأوا إن هم يحذفوها عشان ينزلها لكم في الامتحانات بشكل صعب. فركزوا مع بعضينا كده نركز. ده المراجعة للترم الأول، مراجعة أهم الأسئلة في البيولوجي للترم الأول، وبعد كده إن شاء الله نبقى ننزل الترم التاني. ناخد أول سؤال كده نسمي بالله بسم الله. قالك protein and carbohydrate and nucleic acid as considered a biological macromolecule. هما البروتين والكربوهيدرات ونيوكليك أسيد والليبيد كمان، وما جابهاش كمان، اللي هو يعتبر بيولوجيكال ماكرو يعني كبيرة. ماكرو مايكلز يعني جزيئات كبيرة. which statement describes this bio أو basic structure. مين في دول بيوصف الحاجات دي؟ قال لك there is a molecules small size made of polymer. يعني هم دلوقتي هو بيقول لك biological ماكرو ماكرو يعني كبير، يبقى هم عبارة عن small size؟ لا طبعا، يبقى أول واحدة غلط. طب هل هي مثلا لو قلت رقم، هل small molecule اللي اسمها بوليمر؟ هل small molecules يبقى اسمها بوليمر؟ لا، small molecules يعني جزيئات صغيرة تبقى مونيمر مش بوليمر. يعني هما هنا في السؤال رقم سي ملخبطين، في الإجابة رقم سي ملخبطينكوا، وهي غلط لأن المفروض هو small molecule يبقى مونيمر، هنا كاتبها بوليمر فتبقى غلط. There are a large molecule اللي هي البوليمر made of small fragment. large molecule برضك يعني هي عبارة عن لارج موليكيول جزيئات كبيرة بتتميد اوف بتتكون من سمول فراجمنت اوف لارج موليكيول اسمها سمول بوليمر. لا برضك، يعني ازاي سمول بوليمر؟ يعني ايه بوليمر؟ لو انا رقم دي هي بوليمر بتتكون من سمول بوليمر؟ لا طبعا غلط. ولا الإجابة رقم بي؟ هي دي الإجابة رقم بي. ليه بقى؟ بشكل لارج موليكيول اللي هي بوليمر that made of smaller subunit اللي هي المونيمر. يبقى تاني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك البوليمر اللي هو البيولوجيكال ماكرو موليكيول بتتكون من سمول سب يونت، من اجزاء صغيره خالص اللي هي اسمها مونيمر عن طريق فينومينا كده اسمها بوليمرايزيشن. ايه هي البوليمرايزيشن دي؟ عبارة عن combination collection linked together ما بين مين ومين؟ ما بين البتوين مونيمر to make polymer. يعني الحاجات الصغيرة اللي اسمها مونيمر بتتحد مع بعضيها عشان تديني حاجة كبيرة اسمها ايه؟ اسمها بوليمر. بوليمر. أول واحدة مو والتانية بو، الصغيرة مو الكبيرة بو. نكمل. ادي أول سؤال. تاني سؤال biological macromolecule that form from subunit اسمها مونيمر. ايه ده؟ بيقولك biological ماكرو. ها ماكرو مين البيولوجيكال ماكرو موليكيول؟ اللي هي مين؟ اللي هي البوليمر. ها بيقولك formed from بتتكون من ايه؟ small unit اسمها ايه؟ مونيمر. هنا اهي مونيمر. join it together by the name of the general process by the process بعملية اسمها ايه؟ يعني السؤال ده يعني المونيمرز اللي هي الصغيرة دي linked together أو join together تتحد مع بعض عن طريق مين؟ هل عن طريق الهيدروليسيس تحلل؟ لا. differentiation اختلاف؟ لا. monomerization مخدناش. ولا polymerization يبقى دي. نكمل. بيقول لك which of the following not one of the four major group of macromolecule. يعني مين في دول مش من ضمن ماكرو يعني كبيرة. ماكرو يعني كبيرة وصغيرة، ماكرو يعني كبيرة. هل البروتين ماكرو؟ اه. هل النيوكليك اسيد ماكرو؟ اه. هل الليبيد ماكرو موليكيول؟ اه. ما هو ماكرو موليكيول دي اللي هي بوليمر. ها خلي بالك، لو قلت ماكرو موليكيول هي بوليمر. لكن هل الفايبرز من ضمن الماكرو موليكيول؟ لا طبعا، يبقى الإجابة هي الفايبر.
نكمل. Put the following structure in order to في حالة organization in the human body، يعني من ال largest لل smallest، يعني نعمل arrangement للأشكال دي من الأكبر للأصغر، من الأكبر للأصغر. هل لو أنا قلت رقم بي organelles هي أكبر حاجة؟ لا، الأورجانيلز يعني عضيات، دي اللي موجودة جوه السيل نفسها. طيب لو أنا قلت دي برضك الأورجانيلز بدأ بالأورجانيلز بعد كده السيل، لا غلط، المفروض السيل الأول. طب هل الأتوم وبعد كده مولكيول، بس هو قالك من الكبير الأول، من البيجست، من اللارجست، يبقى المفروض نختار أول حاجة اللي هو من السيل. السيل هي أكبر حاجة، بتتكون من أورجانيلز اللي هي العضيات اللي هي جوه السيل، والأورجانيلز بتتكون من موليكيول، والموليكيول دي طبعا بتتكون من إيه؟ من أتوم. يبقى اللي جراها مع رقم إيه؟ ده أمينو أسيد. هكتب هنا في رقم 5، ها خلي بالكم معايا. The amino acid are the organic molecule that combine a large molecule. ها عن طريق بيقولك what are the large molecule called؟ الأمينو أسيدز هي عبارة عن organic matter بتعمل combination with each other، يعني الأمينو أسيدز بتتحد مع بعضيها عشان تديني موليكيول كبيرة كده، أو نقول لارج موليكيول، جزيء كبير. هي إيه بقى؟ هل هي اسمها بوليمر؟ ممكن. بس أنا هنا بقولك إيه، بقولك أمينو أسيد يعني أحماض أمينية. هل هي اسمها بوليبيبتايد؟ بس بوليبيبتايد صغير. هذا كلها أول كوريكت؟ لا برضه. هو مش هو قالك أمينو أسيد يبقى مين؟ يبقى رقم سي اللي هي بروتين. ركز معايا، أمينو أسيد ده المونيمر، البوليمر بتاعه الكبير بتاعه، اللارج سايز بتاعه، الناتج عن الكومبانيشن بتاعه هو مين؟ هو البروتين. يبقى رقم سي. نكمل. هو هنا بيقولك ده الدايجرام ده ريسنت بوليمرايزيشن، ماشي. انت اكزامبل وات از ذا مونيمر؟ مين المونيمر؟ الامينو اسيد ولا البروتين؟ لا، مونيمر يعني صغير، طالما صغير يبقى امينو اسيد. طيب السؤال اللي بعديه اكزامبل البوليمر، بروتين ولا امينو اسيد؟ لا، بوليمر يعني كبير، يبقى البروتين. نكمل. هو هنحل بس فاضل حاجة بسيطة ونكمل إن شاء الله. صلى على نفس الله وسلم. المنهج مش صعب، المنهج لذيذ جدا. which of the following describe the polymerization؟ مين في اللي جاي دوت هم عبارة عن polymerization؟ واحنا عارفين ان البوليمرايزيشن هو عبارة عن انا بجمع اما كوليكشن او جويننج للمونيمر عشان يديني بوليمر. طب نقرا اول واحدة، هل هي بروسيس اوكسيديشن؟ لا. طب رقم سي، هل هي ديكومبوزيشن تحلل؟ لا. طب هل هي هيدروليسيس؟ لا. ولا ممكن نقول joining together، المونيمرز joining together اهو مع بعض عشان تديني بوليمر. يبقى رقم بي. which of the following not consider the biological macromolecule؟ شايف السؤال ده اتكرر قبل كده بس بصيغة تانية. رقم 8 بقول اهو which of the following not ما بيعتبرش not consider biological macro molecule، يعني ده مين في دول مش بيعتبر ماكرو موليكيول؟ هو مين؟ هل الكربوهيدرات؟ لا، الكربوهيدرات كبيرة. هل البروتين؟ لا، برضك البروتين كبيرة. هل الليبيد؟ برضك الليبيد كبيرة. ولا المينرالز؟ المينرالز أصلا حجمها صغير جدا جدا جدا، يبقى الإجابة هي المينرالز. نكمل. what the element existing the all biological macromolecule؟ يعني مين في دول، مين الاليمنت في دول اللي موجود في كل البيولوجيكال ماكرو موليكول، كل الاجزاء الكبيره، كل الاحجام الكبيره؟ مين الكبير؟ مين اللي موجود في الكل؟ هو مين؟ هو من غير ما اتكلم طبعا هو الكربون. اخر سؤال هنحله مع بعضينا. put the following structure in order to the organization the human، برضك بس هنا من السمولست لللارجست، من الصغير للكبير، هنقول لو انا مثلا هل هي والسيل بتتكون من اورجان، والاورجان من تيشو، والتيشو من اورجان سيستم؟ لا غلط، لان السيل بتتكون من تيشو.
طب هناخد رقم سي كده. هل تيشو بيتكون من اورجان واورجان بيتكون من سيستم والسيستم بيتكون من سيل؟ برضك مش نافع. طب هل رقم دي، هل الاورجان بيتكون من اورجانز؟ ازاي يعني؟ بركات لا طبعا. ولا نقول رقم بي السيلز كبيرة بتتكون من تيشو. سوري، السيلز صغيرة خالص، خلية بتتكون من تيشوز، من أنسجة، والأنسجة بتتكون من أورجانز، أعضاء، والأعضاء بتكون في الآخر اللي هو الإيه السيستم. يبقى رقم بي. نكمل. which of the following consider which of the following molecule is classified organic. مين في دول organic؟ مين في دول organic؟ هل الأكسجين organic؟ لا، احنا قلنا الأورجانيك لازم يكون فيه 3 element على الأقل، اللي هما مين؟ الكربون والهيدروجين والأكسجين. التلاتة لازم يكونوا مع بعض، وهنا التلاتة مش مع بعض. طيب هل الكربون دايوكسيد؟ برضك مش التلاتة مع بعض. طب هل الوتر؟ برضك التلاتة مش مع بعض. لكن الجلوكوز برضه ده من أنواع نقول الأورجانيك. ليه؟ لأنه بيبقى فيه الكربون والهيدروجين والأكسجين. نكمل. الستارش اسمه it is made of smaller subunit which the following using to describe the molecule of glucose. الجلوكوز بالك مين في دول بيعمل وصف الجلوكوز؟ رقم 12 ده مهم جدا، بيلخبط ناس كتير. بيقول لك هو بدأ بالستارش. السؤال بقى بيقول لك which of the following describe مين؟ describe جلوكوز. هل هو بقى بوليمر ولا مونيمر ولا ديمر ولا اوكتيمر؟ لا، هو مونيمر. الجلوكوز يبقى مونيمر. استكفي بالجزء ده دلوقتي، ونكمل بإذن الرحمن في فيديوهات تانية أكتر وأكتر. الصف الأول الثانوي في مادة البيولوجي مع مستر إبراهيم الكاوي. أتمنى ما كناش طولنا على بعض النهاردة، ونبدأ نشير مع بعضينا الفيديو لزمايلنا عشان كل زمايلنا يستفيدوا. وبإذن الله هنزلكم بردك أجزاء من مراجعة الترم التاني في أقرب وقت، وكان الله في العون.